وصفة اللازانيا بطنجرة واحدة من دون ما نستخدم الفرن. يمكن آخر واحدة بجرب هيدي الترند، بس عن جد بتستاهل تكون ترند. كتير طلعت طيبة وكتير سهلة وسريعة، بتطلع معكم نفس طعمة اللازانيا بطنجرة واحدة. قولوا لي بالتعليقات إذا جربتوا هالوصفة وشو رأيكم فيها. أول شي بطنجرة بتحطوا زيت أو زبدة وبتحطوا اللحمة المفرومة، بدنا نقليها لحتى تستوي بالكامل. ما حأفرم بصل ولا حدق توم، بدي اياها تكون سهلة على الأخير، فكله حعوضه بالبهارات. هحط مكعب مرق خضار اختياري فيكن تستغنوا عنه، وهحط كمان توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، بهار حلو، أوريغانو. فيكن تحطوا 7 بهارات إذا البهار حلو مش متوفر، وأي بهار انتو بتحبوا تضيفوه زيادة أكيد حسب رغبتكن. وهلا حضيف عليهم كمان ملعقتين كبار من معجون الطماطم، بدي قليهم شوي. دايما معجون الطماطم بس يتقلى كتير بيطلع أطيب. حضيف كمان علبة من صلصة الطماطم وزنها 500 جرام. إذا مش متوفرة عندكم بتعوضوها بمعجون الطماطم حسب الطعمة والكثافة اللي بدكن إياها. كمان بخليها هيك على نار متوسطة شوي، بس هيك تاخد تقلية خفيفة وتبلش تبقبق، طعمها كمان بيصير أطيب. حضيف عليهم 4 أكواب من المي. إذا بدكن إياها تقيلة وكثيفة من دون أي صوص معها، خففوا مي شوي أكتر. بهالمرحلة تضوقوا وشوفوا إذا بدكن تعدلوا الملح أو البهارات عدلوها بهالمرحلة. هلا بعد ما غلي كل شي حضيف عليه كوب من كريمة الطبخ، بحركهم مع بعضهم شوي وبخليهم شوية يغلوا. بس تلاقوها بلشت تغلي منيح وامتزجت المكونات كلياتها، هون ساعتها فيكن تضيفوا قطع اللازانيا كرمال ما يعجنوا، بدكن اياها تكون عم تغلي. أنا تقريبا استخدمت أكتر من نص العلبة بشوي، يعني هيك شي 300 جرام، 300 وشوي. فأنتو على النظر قديش أنتو بتحبوا تضيفوا، تذكروا أن قطع اللازانيا بدهم ينفشوا وبدهم يتشربوا الصوص، فما تكتروا كتير كرمال ما تطلع معكم كتير ناشفة. أكتر من نص العلبة بشوي. غطيت عليها وتركتها على نار قوية لمدة 10 دقايق. 10 دقايق بتلاقوا اللازانيا صارت طرية وقربت تستوي. هلأ في ناس قدمتها مثل الشوربة بهيدي الطريقة يكون معها صوص، وفي ناس نشفتها. أنا حنشفها شوي بس حغطي عليها واتركها من دون ما أكون مضوية النار، بتتشرب أي صوص زايد. برجع بس بدي أحط الجبنة عليها، بضوي عليها لترجع تغلي شوي. بحط جبنة الموتزاريلا، رشيت كمان شوية أوريغانو عليهم، بغطي عليهم وبترك الجبنة تدوب. هون النار كتير هادية، مجرد ما تدوب الجبنة بتصير الأكلة جاهزة للتقديم. ريحتها كتير حلوة وحسيتها هيك كتير أكلة دافية وسريعة، وبتشيل بس بدكن شي كتير طيب بس ما بدكن تتعبوا. شوفوا هالصوص وشوفوا هاللون والجبنة واللازانيا مستوية على الأخير واللحمة كمان مدعومة جواتها. أكلة عن جد كتير طيبة وكتير بنصحكن تجربوها. جربوها واعطوني رأيكم فيها. صحتين هنا.